ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بكل خير. شايفين البرجر ده سهل قوي بسيط من غير فول صويا ولا برغل منقوع ولا حاجه. هنجيب كل نص كيلو لحمه، تمام، وفي نسبة الدهون بتاعتها عالية شوية. وهنجيب بصلاية مفرومة نشيل منها المية، وهنحط بقى البهارات، بهارات 7 بهارات وملح وفلفل وبابريكا، معلقة كبيرة، ومعلقة كبيرة من البهارات، وفلفل اسمر، ومعلقة صغيرة سكر، وكبيبة صيني حبة صغيرين. ومعنا طبعا المكون السحري اللي هو الفيجيتار. طبعا مش احنا اكيد مش هنحط فول صويا الا هيمسك اللحمه. فالفيجيتار ده انا جربته، انا اول مره اجربه صراحه، طلع طعمه حلو جدا. طبعا انا جايباه اللي هو البارد. انت حابه البرجر سبايسي شويه تجيبي الفيجيتار العادي. وهنكمل بقى بالبقسماط الناعم. هنحط معلقتين كبار بقسماط ناعم مع معلقه كبيره من الفيجيتار. انا ما حبيتش ازود الفيجيتار عشان طعمه ما يغيرش معايا في البرجر. عايزه اقول لكم البقسماط ما بيغيرش طعم البرجر نهائي خالص. بصوا ما شاء الله اللحمه ماسكه معايا ازاي وناشفه وما فيهاش نقطه ميه. طبعا نيجي بقى عشان نعرف نعمل الاشكال بتاعه البرجر. طبعا انا ما عنديش الاكياس التانية، فاحنا قلنا لازم نصرف نفسنا. فجبت الاكياس بتاعه المطبخ عادي ورحت مقطعها بالمقص مربعات كده، تمام. بصوا، 2 و2. وطبعا المكبس اكيد مش متوفر عند كل الناس، فانا قلت برضو صرف نفسي. جبت قطعات من عندي بتاعه البطرمان، وحطيت كيس، وبعد كده تحطي كوره من اللحمه على الكيس اللي في البطرمان، الغطا البطرمان يعني. وتجيبي بقى الكيس التاني فوقيه، وتروحي ضغط عليه جامد جدا. لازم تضغطي كويس جدا علشان سمك البرجر ما يفكش معاكي وانتي بتعمليه على النار. بصوا شكله، وكان ريحته تحفة، يعني احسن من اللي بره. وكمان ما فيهوش دهون ما تعرفيش جايه منين. يعني انت بتقطعي حته اللحمه قدام الجزار وبتبقي ضامنه البرجر ده ما بياخدش معانا وقت خالص ولا مجهود، كله بصي في ثانية كده. هو بس هتسيبيه بعد ما تشكليه عجينة البرجر، تشكليه هتحطيه في الفريزر 4 ساعات. او ممكن تعملي من بالليل قبل ما تنامي، وبعد كده تشتغلي منه الصبح عادي مش هيفك معاكي. بصوا ممكن كمان تعملوه كبيرة، قطعة كبيرة. ولو انتوا حابين السمك اتخن، بس انا حبيت السمك ده عشان ايه؟ اللحمة تستوي معايا بايه؟ بطعم حلو. يعني انا جايبه نص لحمه مش جايبه ربع. في ناس بتحط ربع كيلو وعليه بقى كميه بقسماط كبيره، كوبايه بقسماط، طبعا طعم اللحمه يتغير. فانا ما جربت الطريقه دي، عجبتني قوي. يا رب اللي يعجب الفيديو دوس لايك بقى والاشتراك الجميل، وتدعمني بكلمه حلوه كده، والتفاعل اللي بيفرحني جدا. وجربوا الوصفه دي وقولوا رايكم فيها ايه. لازم تجربوها لانه فعلا فايتكم كتير قوي. الفيجيتار حكايه في البرجر، والبقسماط برضو. بصوا شكله لونه احمر وماسك نفسه ازاي قبل ما احطه في الفريزر كمان. بصوا الاكياس كمان لازم نخترع طبعا. المهم بعد ما خلصنا الفريزر وكده، كان في الفريزر، حطيت رشة زيت. طبعا عشان البرجر بتاعي ما فيهوش دهون كتيره. لو اللحمه بتاعتك فيها دهون ما تحطيش زيت كتير، نقطة صغيرة كده. وطبعا قطعت شرايح بصل وطماطم. طبعا انا بحب اشوحها علشان لو بدق سندوتشات ما تبقاش حمضانة معايا ولا ايه، ريحتها مش لطيفة. فانا شوحت الناحيتين. طبعا بعد ما تقطعي بترش عليها رشة فلفل اسمر، وتنزلي عادي في الطاسة زي ما انتوا عايزين. عايزين تعملوها على الجريل مفيش اي مشكلة. انا حبيت اسهل لكم الموضوع شوية، يعني الدنيا ما تعقدش. شايفين البرجر؟ يعني انتوا حتى ملاحظين البرجر ما كشش قوي، لاني انا خدماه صح. وافضلي بقى لما تيجي تحطي البهارات صحيح اعجني فيها كويس جدا لحد ما تبقى ناعمه معاكي قوي. هنا بصوا الطماطم والبصل خدوا لون حلو، ورحت شايلاهم على طول. ياخدوا يعني صدمه هنا وصدمه هنا بس على الوشين. بصوا البرجر ما بياخدش معايا سوا خالص لاني متبل وعجناه كويس جدا جدا. ممكن تعملي كمان في الكبه، وهيبقى اسهل ليكي. ممكن الخطوه التانية دي ممكن تعمليها في الكبه لو انت مش قادره تعجنيها جامد. وطبعا انا جبت العيش الكايزر معايا وقطعته نص، وحطيت حته سمنه كده بلدي، وحمرته بس من تحت كده ومن فوق. بجد بيدي طعم قرمشه جميله قوي. بص شكله عامل ازاي. انا بس حطيت حته سمنه صغنونه خالص يعني. بصوا شكله ما شاء الله عليه بجد كان تحفة. وطبعا انا ما كانش عندي غير البيض والجبنة، البيض والطماطم والبصل. فطبعا الاطفال نفسهم ياكلوه، فاحنا هنصرف نفسنا طبعا.
بصوا انا حطيت حته سمنه صغيره ورحت نازله عليها بالبيضه، بيضه صغيره كده برضو بلدي او بيضه عاديه، وتقلبيها على الوش الناحيه التانية. بصوا شكله، هو كان طعم البرجر ما شاء الله عليه جميل. طبعا حمرت بطاطس جنبها، ممكن بقى كاتشب تحطي خس زي ما انت حابه بقى. انا يعني ايه، حاولت ابسط لكم الدنيا شويه علشان ما تعقدوش نفسكم ولا تكلفوا نفسكم جامد. الحاجات دي يعني مش هتكمل معاكي 100 جنيه، يعني نص لحمه قولي ب75، وفاهمه مش عايزه اقول الاسعار يعني. الف هنا وشفا عليكم يا رب. لو عجبكم الفيديو تدوسوا لايك على الفيديو، وتدوني الاشتراك الجميل، وتعلقوني بتعليقاتكم. بصوا حتى انا هاكل دلوقتي البرجر، قلت اجربه معاكم. اتقطم معايا وكان طعمه حلو قوي. ولما تيجي تشغليه على النار لازم تعلي النار شويه وبعد كده توطيها شويه عشان ما تنزلش منه الميه. بصوا شكله موضوع تاني. يلا الف هنا وشفا عليكم، مع الف سلامه.